ماتش بيراميدز والنادي الاهلي وايه هي اجمل نتيجه لنادي الزمالك. انا عن نفسي اتمنى يا هزيمه النادي الاهلي يا تعادل الفرقتين، لان النادي الاهلي عنده جمهور كبير جدا، لو كسب الماتش هيلم نفسه بسرعه وهيرجع تاني المنافسه ومش هيخسر نقط كتير، لكن لو خسر الماتش ده او تعادل هيتعطل اكتر، وكمان الكلام هيكبر اكتر واكتر على مدرب النادي الاهلي. لكن بيراميدز يكسب يخسر يتعادل مش فارقه، كده كده مفيش في ظهره جمهور ومفيش في ظهره منفذ اعلامي يقدر يقف جنبه، فكده كده مش فارق معانا فريق بيراميدز يكسب يتغلب مش فارقه. لكن النادي الاهلي لو كسب هيفرق جدا وهيرجع تاني المنافسه بسبب جمهوره وبسبب نفوذه اللي في الاعلام وبسبب ان هو فريق كبير ممكن يلم نفسه بسرعه وينافس من تاني. لكن الهزيمه هتعطل النادي الاهلي، هتزود المشاكل، كمان الكلام هيكتر على الصفقات اللي جت النادي الاهلي وما عملتش اي حاجه لغايه دلوقتي، لدرجه ان هم مش عارفين يكسبوا ماتشين ورا بعض، وده هيبقى يا اما التعادل الثالث يا اما كده النادي الاهلي هيبقى في 4 ماتشات اتغلب ماتش وكسب ماتش وتعادل ماتشين. فانا بتمنى النادي الاهلي يا يتغلب يا يتعادل، لكن بيراميدز بقى يكسب يتعادل مش فارقه معايا. لكن لو بيراميدز اتغلب كده كده هو بعيد ومش هيعمل حاجه السنه دي، لان حصلت عنده حاله شبع. بيراميدز السنه دي مش في المود ومش في المنافسه، وواضح جدا ان هو مش هيكمل السنه دي. فانا بتمنى ان شاء الله على اسوأ تقدير ان النتيجه تطلع تعادل، هيفيد نادي الزمالك جدا وهيدي ثقه لعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ان احنا كمان نكسب الماتش الجاي ونثبت رجلينا في المقدمه اكتر واكتر. كل الدعم والتوفيق نادي الزمالك يوم الاحد، وان شاء الله يوم السبت يحصل حاجه من اللي انا قلت عليهم.